يا ترى ايه اللي يخلي اعظم محارب في اليونان يصحى يلاقي ايده كلها دم ومراته وعياله مقتولين وهو مش فاكر اي حاجه؟ هل هو بطل اتحول لوحش ولا ضحيه لعبه الملوك والالهه؟ الحقيقه كانت مدفونه سنين، ولما هركليز قرب منها الدم بقى تمنها. لو اول مره تشوف عالم الافلام ما تنساش تصلي على النبي، تعمل لايك وسبسكرايب. فيلمنا بيبدا بفلاش باك بيحكي قصه ولاده هركليز، وبنعرف ان ابو هركليز هو الملك زيوس وهم هي الكميني، وبنعرف ان الكميني دي كانت ست فقيره، والملك زيوس خلف منها هيركليز من غير جواز. فالملكه هيرا مرات زيوس لما عرفت بالعلاقه اللي بينهم دي وانهم كمان خلفوا من غير جواز حست بالاهانه وفضلت فاكره خيانه جوزها ليها لسنين طويله. وبنعرف ان الكميني لما ولدت سمت ابنها هيركليز، واللي بيعني يمجد الملكه هيرا عشان الكميني تقربوا من الملوك ويرضوا عنه، وخصوصا طبعا الملكه هيرا. ولكن للاسف هيركليز ما عرفش ينول رضا الملوك ولا حتى رضا هيرا. ولما كبر هيركليز بقى جسمه قوي وضخم، وبيكون هيركليز ورث القوه دي من زيوس ابوه. ولما كبر هيركليز في السن وبقى قوي، ساعتها الملوك وهيرا كلفوه ب 12 مهمه، ولازم ينفذ ال 12 مهمه دول لوحده. ولو قدر هيركليز يكمل ال 12 مهمه دول وفضل عايش، وقتها هيرا هتخليه يعيش في سلام ومش هتفكر ان هي تموته. وبيكون من ضمن ال 12 مهمه دول هو صراع هيركليز مع مخلوق ليه 5 رؤوس، والمخلوق ده اسمه الهيدرا. وقدر هيركليز يقطع رؤوس الهيدرا ال5 وينتصر عليه. ومهمته التانية بتكون هزيمة خنزير ضخم، وقدر ان هو يقضي عليه بالشومة بتاعته. وبنعرف ان اكبر واخطر مهمة عملها هيركليز كانت هزيمة اسد نميا الضخم، وقدر وقتها ان هو يتغلب على الاسد ده وقطع فروة راسه ولبسها. وفضل هيركليز لابسها لحد الوقت ده، وسمعته انتشرت في كل مدن اليونان على ان هو اسطورة في القوة ومحدش بيقدر يهزم هيركليز ده. ولكن للاسف مهمة اسد نميا دي كانت المهمة ال11 لهيركليز، وكان فاضل له المهمة ال12 والاخيرة، وبتكون المهمة الاخيرة هزيمة 3 ذئاب ضخمه ومفترسه. لكن هيركليز ملحقش ينفذ المهمه دي لان هو اتطرد وقتها من مدينه اثينا قبل ما ينفذها، وحياته اتغيرت تماما بقالها 3 سنين. وبنروح في وقتنا الحاضر لساحه مقدونيا في شمال اليونان، وبنشوف الياس ابن اخو هيركليز، وبيكون الياس مخطوف من القراصنه بعد ما قدر يوصلوا لساحل مقدونيا ويحتلوه. وبيكون الياس هو الراوي اللي بيحكي للناس كل اساطير وحكايات عمه هيركليز، وبيظهر لهم هيركليز وبيكون معاه اصحابه، وبيقدروا انهم يتصدوا للقراصنه ويقضوا عليهم. وبيحرر هيركليز ابن اخوه الياس كل الناس اللي معاه. وبنعرف ان هيركليز واصحابه في الوقت الحالي بيشتغلوا محاربين ومرتزقه، وبيكون شغلهم كله مع الملوك والاغنياء واللي بيطلبوهم عشان يحاربوا لحسابهم في مقابل العملات الذهبيه. وبعدها بيروحوا مطعم بياكلوا ويشربوا ويحتفلوا بانتصارهم على القراصنه وتحرير الياس. وجوه المطعم بتوصل الاميره ارجينيا بنت الملك كوتيس، والملك كوتيس ده هو حاكم مملكه كوراتيا. وبتكون فيرجينيا جايه من سفر بعيد عشان تقابل هيركليز لان ابوها ملك كوتيس بعت عشان تتفق معاه عشان يجي يخلصهم من ناس اشرار بيحاربوا مملكتهم. وبتقول له ارجينيا ان ابوها ملك كوتيس غني جدا وهيدفع لهم كل اللي هم عاوزينه. وبيوافق هيركليز وبياخد اصحابه معاه، وبياخدوا عربياتهم الحربيه وبياخدوا اسلحتهم الخاصه اللي معموله بكل اتقان واحترافيه، وبيسافروا مع ارجينيا لحد مملكتها. ولما بيوصلوا لمملكه تراكيا بيكون في استقبالهم الجنرال استكليز، والجنرال استكليز ده قائد الجيش، وبيطلب منهم استكليز ينتظروا شويه لحد ما يدخل القصر للملك ويطلب من الملك الاذن بدخولهم. وبيرجع لهم استكليز بعد شويه وبيقول لهم ان الملك مستنيهم جوه القصر. وقبل ما هيركليز واصحابه يدخلوا القصر بنرجع فلاش باك 3 سنين لورا، وبنرجع لمدينه اثينا اللي بيكون فيها هيركليز عايش مع مراته وولاده، واللي كان هيركليز بيحبهم جدا. وكانت حياه هيركليز وقتها سعيده جدا، وما كانش لسه اشتغل مع المرتزقه، وكان بيحاول بس وقتها ان هو ينال رضا الملوك لما كلفوه بال 12 مهمه عشان يقدر يعيش في سلام مع اسرته لو نفذ لهم ال 12 مهمه. بنشوف هيركليز من 3 سنين لما قتل مخلوق الهدرة وقطع رؤوسه ال5، وبيكون راجع معتها للملك ارسيوس حاكم اثينا، وبيكون معاه الرؤوس عشان يديها له هديه. وبنعرف ان الملك ارسيوس في الفتره دي كان بيعتمد على هيركليز واصحابه. وبنرجع تاني لوقتنا الحاضر، بيكون هيركليز واصحابه دخلوا الملك كوتيس، فبيستقبلهم الملك وبيعرف هيركليز الملك على اصحابه واللي هم اتوليكس، وده بيبقى صاحب هيركليز من صغره ويعتبروا متربيين سوا في اثينا، والتاني دايتس المتوحش، وده لقوه زمان وهو طفل
في وسط معركة، فخدوه وربوه وكبر وبقى صاحبهم. لكن دايدس شخص متوحش ومجنون جدا، وكان بياكل البشر قبل كده، وكمان بيعرفهم على أطلانتا المحاربة الجميلة، وكمان العراف فياروس. واخر واحد هو الياس ابن اخو هركليز. وبعدها بيعزمهم الملك على العشاء، وبيبدا الجنرال استكريز بيحكي لهم عن الحرب اللي بيواجهوها مع ريسوس. وريسوس ده قدر يحتل بجيش ومدن كتير تبع مملكتهم، ودمر ريسوس بيوت الناس الابرياء وقتلهم، وما بقاش فاضل جيش يحاربه، لان هو قضى على كل جنود الملك كوتيسا، وما بقاش فاضل عندهم غير المزارعين والعمال. وبيقول لهم كمان استكليز ان ريسوس ده اصلا ساحر، وبيستخدم سحره في انه هو بيسحر الجنود بتوعهم وبيحولهم لجنود حارب في صفه هو. ده غير ان ريسوس عنده جيش من القناطير، والقنطور ده بيبقى كائن هو نصه الفوقاني انسان ونصه التحتاني حصان. وبعد ما هركليز عرف وضعهم العسكري وفهم كل حاجه منهم، بيتفق مع الملك على المقابل اللي هو هياخده، ويكون المقابل هو وزن هركليز مرتين من الذهب. وبيقرر هركليز يدرب هو واصحابه المزارعين والعمال عشان يعملوا منهم جنود يقدروا يحاربوا معاهم. وتاني يوم بيقول هركليز خطبه حماسيه جدا للمزارعين والعمال بعد ما لبسوهم لبس الجنود وادوهم اسلحه، وبيبدا يعلمهم هركليز ازاي يستخدموا الدروع دي وازاي يعرفوا يحطموا وراها ويبقوا ثابتين على الارض، لان دي اهم حاجه في المعركه، عشان الدروع في المعركه هي اللي هيكون الملك وسطيها علشان يحموه. وبعدها بيقابل هركليز الملك كوتيس واستكليز، ومعاهم واحد اسمه فيناس. وفيناس ده بيكون الكشاف اللي بيروح يتجسس على تحركات الجيش ريسوس، ويرجع بعد كده يبلغ الملك بيها. فبيعرفهم فيناس ان ريسوس بيتحرك ناحيه مدينه بيسي، ومعاه جيش مكون من 40,000 مقاتل، وبيحذرهم فيناس ان جيش ريسوس هيوصل بيسي خلال 6 ايام بس. فالملك بيقول لهم لو مدينه بيسي دي اتهزمت هيبقى الدور عليهم هم، لان بيسي قريبه منهم جدا. فهركليز بيقول للملك ان الجنود لسه محتاجين وقت كبير عشان يدربوهم، لان المعركه هتكون صعبه جدا. فبيتردد الملك كوتيس شويه، ولكن فيناس بيسخن الملك وبيقول له ان ريسوس خطر جدا وقرب منهم جدا. فبيقترح فيناس على الملك انهم يمنعوا ريسوس قبل ما يوصل للمملكه بتاعتهم. فبيقرر الملك ان هم هيروحوا لمدينه بيسي ويستنوا ريسوس وجيشه بما انه قدامه لسه 6 ايام. وبيدي الملك امر بحشد وتجهيز الجيش تاني يوم الصبح. وبالليل بيتمشى هركليز جوه المملكه وبيلاقي مستشفى وبيدخلها، وبيتفاجئ هركليز ان فرجينا بتساعد نفسها في علاج المصابين رغم انها اميره وبنت الملك، وبيكون معاها الياس ابنها. وبيحكي لهركليز قد ايه هو بيحبه ونفسه يبقى بطل زيه لما يكبر. وهركليز في الوقت ده بيكون حب الياس هو كمان. وتاني يوم الصبح بيكون الجيش جاهز عشان يروحوا لمدينه بيسي، وبتكون خطه الملك كوتيس ان هم يروحوا مدينه بيسي ويستخبوا هناك بحيث انهم يستنوا جيش بوسوس وهو داخل بيسي بعد كام يوم، وده طبعا على حسب كلام الكشاف فيناس. وساعتها هيفاجئوهم هناك وينتصروا عليهم. وبيتحرك الجيش على مدينه بيسي فعلا، وبيكون معاهم هركليز واصحابه بالعربيات والاسلحه بتاعتهم. وبيوصلوا لمدينه بيسي وبيلاقوا المدينه كلها متدمره والناس ميته، وبيتفاجئوا وسط القصص دي بناس عايشين وبيبداوا يهاجموهم. والمفروض اصلا ان الناس دول هم جنود مدينه بيسي، ولكن ريسوس سحرهم بسحره وخلاهم يحاربوا في صفه هو. فبيشجل الجنود تروح حوالين الملك، وبتحصل معركه قويه بين الجنود المسحورين وهركليز واصحابه. وبيقدر جيش المسحورين ان هم يخترقوا الدروع بتاعه جيش الملك وبيقدروا يوصلوا للملك، وبيكون الياس واقف جنبيه. وهركليز لما بيشوف الوضع كده بيحس بالخطر على الملك وعلى الياس، فبيجيبوا العربيات بتاعتهم وبيركبها هركليز واصحابه وبيبداوا يقتلوا الجنود المسحورين من فوق العربيات، وبيبداوا يلفوا بالعربيات حوالين الجنود المسحورين ويقطعوا فيهم لحد ما بيقدروا ينتصروا في المعركه. ولكن بعد المعركه دي بيكون الملك كوتيس حزين جدا برغم انهم انتصروا، لان نص جيشه للاسف مات. ده غير ان ريسوس ما كانش موجود هو وجيشه اصلا، فلقوا نفسهم بيحاربوا جنود مدينه بيسي واللي هم اصلا جايين يساعدوهم. وهركليز بيفكر الملك كوتيس بان هو حذره قبل كده ان جنوده مش متدربين وانهم كانوا محتاجين وقت اكتر للتدريب. وبيعرض عليهم هركليز ان هو يديله كام يوم يحاول فيهم هو واصحابه يدربوا الجنود تاني عشان يعملوا منهم جيش قوي وجاهز للقتال. فبيوافق الملك على عرض هركليز، وبعدها ارجينا بتروح لهركليز عشان تعالجه لان هو اتصاب في المعركه. وبيبدا يدور بينهم حديث، وبيعرف هركليز منها ان جوزها مات في الحرب. ولما بتساله ارجينا اذا كان ليه عيله واولاد فبيسكت هركليز وبينهي معاها الحوار، ومش بيرضى يجاوب عليها لان هو مش حابب يحكي عن الماضي بتاعه لان هو مؤلم. وبيعمل نفسه ان هو هينام عشان يخليها تقوم وتمشي، وفعلا بتسيبه ارجينا وبتمشي. وبالليل واثناء ما هو نايم بيحلم هركليز وقت ما اتهموه من 3 سنين بان هو قتل مراته واولاده. وكان هركليز وقت الحادثه دي اتفاجئ بان ايديه كلها دم وعيلته مقتولين قدامه. وهركليز ساعتها
حتى ما كانش فاكر اي حاجه ومش عارف اذا كان فعلا هو اللي عمل كده ولا لا. وبنعرف كمان بان الملك ارسيوس مرضيش يعدم هيركليز عشان ما يعملش منه بطل اسطوري قدام شعب اثينا فيحبوه اكتر، فاكتفى بس بان هو يطرده من اثينا كلها ويخليه مشرد ملوش وطن كعقاب ليه على قتل عيلته. فمشي هيركليز مطرود من اثينا هو واصحابه لانهم كانوا عايشين معاه هناك بعد ما جمعهم من كل مكان على مر سنين كتير، وهو ده السبب اللي خلى هيركليز ما بقاش ليه وطن ولا حتى بيت، واصبح من المحاربين المرتزقه وبيحارب للي بيدفع وخلاص. وبيفوق هيركليز من الكابوس ده وبنرجع للوقت الحاضر، وتاني يوم بالنهار بتقعد ارجينا مع اصحاب هيركليز وبتسالهم على حقيقه قتل هيركليز لعيلته لان الناس كلها بتتكلم في الموضوع ده. فتوليكس بيقول لها ان هيركليز قتل عيلته شكليا لان كل الادله بتقول كده، لكن برضه محدش لسه يعرف الحقيقه، هو كمان ما اعترفش بده. وبتكمل اطلانتا باجابه اتوليت وبتقول لارجينا ان اوقات المحاربين الاقوياء زي هيركليز بتصيبهم اللعنه، واللعنه دي ممكن في لحظات تخليهم يفقدوا السيطره على نفسهم وعلى قوتهم ويكونوا مش في وعيهم، وممكن يعملوا حاجات كتير غلط من غير وعي. عشان كده من وقت الحادثه دي هيركليز كلف اطلانتا ان هي تبقى حارس شخص ليه، مش عشان اطلانتا تدافع عنه ولكن علشان تبقى عينيها عليه، وبالذات في لحظات الغضب عشان تحميه ساعتها من نفسه وتفوقه بدل ما يعمل جريمه تانيه زي ما اتهموه قبل كده بقتل عيلته. وتاني يوم بيبدا هيركليز واصحابه يدربوا الجيش تدريب مكثف وبيحاولوا يعلموهم ازاي يستخدموا مهاراتهم في المعارك. وبنروح بعد كده لخيمه العمليات في معسكر الجيش، وبيكون الملك معاه هيركليز واستكليز قائد الجيش، فبيجي لهم فيناس وبيقول لهم انه معسكر ريسوس قريب منهم وان هو هيروح يستطلع المعسكر ده من بعيد. فالملك بيوافق وبيقول له يروح، فبيروح فيناس فعلا عشان ينفذ مهمه الاستطلاع. وبيكون هيركليز عنده خطه وبيقترح على الملك وبيوافق الملك على خطط هيركليز وبيجهزوا الجيش عشان يتحركوا. وبيتحرك الجيش وبيوصلوا للمنطقه اللي المفروض تحصل فيها المعركه، بيكون البحر موجود وراهم والجبال قدامهم، وبيلاقوا 3 فرسان من جيش ريسوس جايين لهم، وبيكون ريسوس واحد منهم والتاني للاسف بيكشف وشه وبيطلع فيناس. وبنعرف ان فيناس طلع خاين للملك وشغال لحساب عدوهم ريسوس، وهو اللي ادى الملك توقيت غلط ساعه المعركه اللي فاتت، وبسببها حصل لهم كمين وخسروا جنود كتير. فبيعرض ريسوس على الملك كوتس الانسحاب والاستسلام، خصوصا ان جيشه قد جيشهم 3 اضعاف، ده غير طبعا ان هو عنده جيش من القناطير الاقوياء. ولكن الملك كوتس وهيركليز بيرفضوا عرضه وبيوعدوه انهم هيقضوا عليه وهيقضوا على جيشه. وبيرجع تاني ريسوس وفيناس للجيش بتاعهم وبيدي ريسوس اوامره لجيشه بالتحرك عشان يقتلوا جيش كوتس. وفي نفس الوقت هيركليز هو كمان بيدي الاوامر للجنود ان هم يشكلوا الدروع بتاعتهم حوالين الملك عشان يقدروا يدافعوا عنه وعن نفسهم. وبيهجم فرسان ريسوس على جيش كوتس، لكن بيقطع عليهم الطريق اصحاب هيركليز بالعربيات وبيكونوا خارجين من وسط الغابه وبيبداوا يصطادوا فرسان ريسوس ويوقعوهم فارس فارس. وبعد معركه كبيره بينتصر جيش الملك على جيش ريسوس، وبياخدوا ريسوس والقاده بتوعه اسرى معاهم المملكه، وبيوصل الملك للمملكه بجيشه اللي بيكون منتصر، والاسرى بيتجروا بالسلاسل جنبيهم. فالشعب بيستقبل الملك بتاعه على ان هو بطل الحرب وبيهتفوا باسمه وبيدخلوا الاسرى للسجن. واثناء ما هم بيدخلوا الاسرى للسجن بيقول ريسوس لهيركليز ان هو كان بيحارب في الصف الغلط لان كوتس هو الملك الشرير، وان هو كان بيحاربهم علشان هم اللي معاهم الحق. ولكن بيجي استكليس وبياخد ريسوس على السجن عشان ما يكملش كلامه مع هيركليز. ولكن بعدها بيبدا هيركليز يشك في الموضوع وبيحس ان كلام ريسوس ممكن يكون صح، وان هو طول الوقت اللي فات ده كان بيحارب في صف الشر. فبيحكي هيركليز لاصحابه الكلام ده، وبالليل بيكون الملك كوتس عامل احتفال وبيحضروا قادة الجيش وهيركليز واصحابه، وبيكون الملك مسلسل ريسوس وسط الحفله عشان يذله وهم بياكلوا وبيشربوا قدامه. فبيصعب ريسوس على ارجينا فبتقوم عشان تديله ميه يشرب، ولكن الملك بيمنعها وبيقعدها تاني وبيقول لها ان ريسوس ده شخص حقير وما يستحقش حتى شربة ميه. وبيكون هيركليز واخد باله من اللي بيحصل كويس جدا، فتوليكس بيقول له ان هو ملوش دعوه بمين صاحب الحق سواء الملك كوتيس او ريسوس، لان هم خلاص نفذوا المهمه اللي كانت مطلوبه منهم وكسبوا الحرب وهيقبضوا الذهب اللي هم وعدوهم بيه. ولما بتقوم ارجينا تمشي وتسيب الحفله بيكون هيركليز ملاحظ من نظرات عينها
منها ان ريسوس صعبان عليها، فبيقوم وراها على طول وبيواجهها بالحقيقه، وبيعرف منها ان جوزها كان ملك المملكه دي، وكوتس ابوها سممه واخد منه الحكم. فارجينا اضطرت تسكت عشان كوتس هددها بان هو هيقتل ابنها ارياس اللي هو اصلا حفيده. ففضلت طول الوقت كاتمه السر ده علشان تحمي ابنها لحد ما يوصل لسن الحكم ويقدر يحكم المملكه هو بنفسه، لان ارياس ابنها هو الوريث الشرعي للمملكه عشان ابوه كان الملك وجده هو الملك الحالي. وبيعرف هيركليس منها كمان بان كوتيس هو اللي كان بيحارب المدن اللي حواليه وبيحارب ريسوس، لان كوتيس لما استولى على الحكم كان ريسوس بيقود ثوره ضده، وحصل وقتها حرب اهليه كل اراضي المملكه بين انصار الملك اللي اتقتل وبين انصار كوتيس، واللي نصب نفسه بعدها ملك على المملكه بالعافيه. وعشان كده كوتيس كذب على هيركليس واستغله هو واصحابه عشان يقضوا على الثوره دي. كان كوتيس مفهمهم انه ريسوس هو محتل وانه جوز بنته مات في معركه ضده، وخبى عليهم ان هو اصلا اللي سممه. فبتعرض ارجينا على هيركليس ان هو يساعدها، فبتديله ارياس يخبيه ويحميه من شر كوتيس، لكن هيركليس بيرفض وبيكون غضبان منها ومن ابوها. في الوقت ده استكليس بيعدي من جنبهم وبيسمع الكلام اللي بيدور بينهم، فبيقول لهيركليس ان الملك كوتيس عاوزه. فبيروح هيركليس للملك وبيواجهه بالحقيقه اللي عرفها من ارجينا. فالملك مش بينكر كل كلام بنته وبيقول له بان هو هيقبض الثمن اللي هم اتفقوا عليه خلاص، وان هو ملوش دعوه اذا كان حارب في جانب الحق او الباطل. وبيقول له كمان ان هو كان بيحلم يحكم المملكه دي لما كان جنرال في الجيش، وان هو حاليا خلاص حقق حلمه. الملك بعدها بيشكره بان هو ساعده على تحقيق حلمه وبيعرض عليه بان هو يقبل بمنصب قائد الجيش، لكن هيركليس بيرفض عرضه ده. فالملك بيطلب منه ان هو ياخد الذهب اللي اتفقوا عليه ويمشي من المملكه، لان هو خلاص كده استغنى عن خدماته. وبياخد هيركليس واصحابه الذهب فعلا وبيخرجوا بره القصر، ولكن هيركليس في الوقت ده بيكون عاوز يرجع ينقذ ارجينا وابنها، كمان عاوز يصحح الغلط اللي هو عمله ويجبر الملك كوتيس بان هو يسيب الحكم لان ده مش من حقه. لكن اوتالوكس بيرفض يرجع مع هيركليس تاني وبيكون عاوز يتمتع بالذهب ويعيش حياته. فهيركليس بيديله نصيبه من الذهب، وكمان اصحاب هيركليس كلهم بيدوا نصيبهم للذهب لاتوليكس لانهم بيقرروا يسيبوا الذهب ويفضلوا مع هيركليس علشان يساعدوه. فاتوليكس بياخد الذهب كله وبيركب العربيه وبيمشي، وبعدها بيتسلل هيركليس واصحابه جوه القصر تاني وبيبداوا يقتلوا الحراس، لكن بيقدر استكليس ان هو يحاصر هيركليس واصحابه. في النهايه بيكون جنوده موجهين السهام ناحيه الياس ابن اخو هيركليس، وبيهددوا هيركليس بانهم هيقتلوه لو ما سلموش اسلحتهم ليهم. فبيضطر هيركليس واصحابه ينزلوا اسلحتهم وبيجي لهم الملك، وكمان بتوصل ارجينا وابنها لان الحراس جابوهم بالامر. وبيقول استكليس للملك ان هو سمع ارجينا وهيركليس بيتفقوا ان هي هتديله ابنها يخبيه ويحميه. فالملك بيغضب وبياخد ارياس من امه وبيأمر حراسه ان هم ياخدوا ارجينا وهيركليس واصحابه ويحبسوهم، وبيربطوا هيركليس بسلاسل قويه جدا. وبيتفاجئ هيركليس بان الملكين ارسيوس وكوتيس داخلين عليه، وبيكون ارسيوس معاه 3 ذئاب مفترسين، ودول اللي كانوا هم المهمه ال 12 لهيركليس. فكان لازم يقتل ال3 ذئاب دول عشان ينول رضا هيرا والملوك، لكنه ملحقش ينفذ المهمه ال 12 لانه قبلها على طول قتلوا مراته واولاده واتهموه في قتلهم. وبنعرف ان ارسيوس متحد مع كيتوس عشان يحكموا اليونان كلها، وانهم من الاول كانوا متآمرين على قتل هيركليس. وبنعرف كمان ان ارسيوس هو اللي قتل عيله هيركليس بالذئاب ال3 دول بعد ما خطر هيركليس بمشروب، واتهم وقتها بان هو اللي قتل عيلته، واقنعه بكده كمان وهو مش في وعيه، لان ارسيوس بقى غيران من هيركليس لانه بقى اسطوره بين الناس في اليونان، وما كانش عايزه يكمل طبعا المهمه ال 12 عشان ارسيوس كان عايز هيرا والملوك يفضلوا غضبانين على هيركليس. وبيأمر كوتيس يقدموا ارجينا بنته، وكمان يقدموا هيركليس واصحابه. بيكون كوتيس هو اللي ناوي يربي ارياس بنفسه لحد ما يخليه جاهز يمسك الحكم بعديه. فبيأمر الملك حراسه ان هم يعدموا ارجينا الاول لان هو في الوقت ده اعتبرها خانته، فبيكتفوها عشان يقطعوا رقبتها. ففيروز بيسخن هيركليس بكلام حماسي عشان يستجمع قوته، وفعلا هيركليس بيقدر يجمع قوته وبيسحب السلاسل الحديد وبيكسر الحيطه وبينط بيهم على الحارس اللي بيستعد لقتل ارجينا وبيموته قبل ما يقطع راسها، وبيقدر ينقذها على اخر لحظه. ولكن بعدها بيطلق ارسيوس الذئاب على هيركليس عشان يقتلوه، وبيهرب ارسيوس وكوتيس في مصعد جوه القصر بينزلهم لتحت، وبتهجم الذئاب في الوقت ده على هيركليس ولكنه بيقدر ينتصر عليهم كلهم. وبعدها بيحرر هيركليس اصحابه وارجينا وبيبداوا يطاردوا كوتيس وارسيوس، وبيقابلوهم حراس في الطريق ولكن بيقدروا ينتصروا عليهم. وبيلاقي هيركليس قدامه ارسيوس وبيروح علشان يقتله، فبيعرض عليه ارسيوس جزء من ثروته عشان يسيبه يعيش، ولكن هيركليس بيرفض ده وبيقتله. وفجأة بيجي استكليس من ظهر هيركليس وبيشده بالحبل من رقبته وبيوقعه على الارض، وقبل ما يقتله
استكليز بيجي الياس وبينقذ عمه وبيقتل استكليز، وبيخرج هيركليز بعدها من القصر هو وارجينا واصحابه، وبيتفاجئوا بره القصر وكوتيس وجيشه منتظرينهم، وبيهددهم كوتيس بان هو هيقتل ارياس اذا ما استسلموش. ولكن بيظهر اتوليكس هنا في الوقت المناسب وبيقتل الجندي اللي ماسك ارياس، وعلى طول بيبدا هيركليز يهاجم جيش كوتيس واصحابه، وبيهرب ارياس من الجنود. فتايتاس بيروح جري على ارياس وبيعمل نفسه درع عشان يحميه من السهام، وبينجح ان هو يوصله لامه بامان، ولكن سهام الجنود بتكون غرست في ظهره فبيموت. وبيحزن هيركليز على موته جدا، فبيزقه بعد كده حاملات الشعلات الضخمه على الجنود، وبيكون جواها زيت شديد الاشتعال فبيحرقوا عدد كتير جدا من الجنود. وبيغضب هيركليز جدا بسبب موت دايدياس، فبيزق تمثال هيرا الضخم ناحيه كوتيس وجنوده، فالتمثال بيتكسر وبتقع حجارته على الجنود وبيموت بينهم عدد كبير جدا. وراس هيرا نفسها بتنزل فوق كوتيس وبتموته، وكده بتكون الملكه هيرا ساعدت هيركليز لان بقتله للذئاب الثلاثه بقى بالنسبه لها كان من المهمات ال 12، وبقى حر ساعتها. وبموت كوتيس بيستسلم بقى جيشه لهيركليز، وبيفضلوا يهتفوا باسم هيركليز. وبيقرر بعدها هيركليز بان هو يتجوز ارجينا ويفضل معاها هي وابنها، ويبقوا بالنسبه له عيلته الجديده. كده يكون خلص فيلمنا. لو عجبك الفيلم متنساش شير ولايك وسبسكرايب عشان تشوف كل جديد.